ليه ما كانش ينفع إن مصر تفوز على الأرجنتين؟ أول سبب هو شركات المراهنات. يعني إيه؟ الفرق الكبيرة زي الأرجنتين المراهنة عليها بتعتبر قليلة المخاطر، لأن احتمالية فوزها بتبقى كبيرة جدا، وعشان كده لو راهنت $100 على فوز الأرجنتين وكسبت فعلا هتكسب $105 بس، عشان الربح مش هيبقى كبير لأنه شبه مضمون. أما لو راهنت على منتخب زي مصر المصنف كفريق ضعيف فالمخاطرة هتبقى أعلى بكتير. ولو فازت مصر ساعتها هيتحول نفس الرهان $2000 مثلا ويمكن أكتر، ودي قاعدة معروفة جدا في المراهنات والبورصة والفوركس وأي استثمار مالي. كل ما المخاطر بتزيد كل ما العائد لازم يزيد، والمنطقي إن أغلب الناس تراهن على الفريق الأقوى عشان تحقق ربح مضمون حتى لو كان صغير. أما المؤسسات والصناديق الاستثمارية اللي راهنت بمليارات فدي مش بتبحث عن ربح 20 ضعف، بيكفيها 5% بس على رأس مالها الضخم جدا. احنا مش بنتكلم عن أشخاص استلفوا $500 أو باعوا عربياتهم، احنا بنتكلم عن حيتان مالية بتحرك مليارات. لنفترض إن إجمالي الرهانات كان $11 مليار، 10 مليار على فوز الأرجنتين ومليار واحد بس على فوز مصر. لو فازت الأرجنتين شركة المراهنات هتدفع ال10 مليار زائد نص مليار الفايدة، فالإجمالي هيبقى $10.5 مليار، وهيبقى لها هي نص مليار غير العمولات طبعا اللي بياخدوها على المراهنات. الجميع هنا طلع كسبان، شركة المرابحات طلعت كسبانة والمرابحين كمان طلعوا كسبانين ومرتاحين والكل مبسوط. نروح بقى لو مصر كانت فازت فالمليار اللي محطوطين على مصر كمراهنات هيرجعوا للمراهنين زائد عليهم الفايدة اللي هي حوالي 20 مليار، هيبقى التوتال حوالي 21 مليار، بينما الشركة لسه ما دخلهاش أصلا غير 11 مليار بس. وده معناه إن هي هتدفع من جيبها، وده هيعرضها لخسائر ضخمة وهيخفض أسهمها في البورصة وهيتضرر المستثمرين والرعاة. مش كده بس، المؤسسات كمان اللي راهن بمبالغ هائلة على فوز الأرجنتين هتخسر ملياراتها، والدولة المستضيفة كمان هتتضرر اقتصاديا، لأن وجود أسماء زي ميسي وكريستيانو ونيمار في الأدوار النهائية ده بيجذب المشاهدات والإعلانات والسياحة وحقوق البث وبيع التذاكر. فتخيل بقى بعد ما كريستيانو ونيمار ودعوا الكاس مش هينفع ميسي كمان. تخيل كده النهائي مثلا يبقى بين صلاح وأشرف حكيمي، هل هتكون القيمة التسويقية بنفس الحجم؟ وهل هتدفع الشركات نفس الأموال للإعلانات وحق النقل؟ أرقام المراهنات دي طبعا تقريبية عشان بس أوضح لك الكارثة اللي كانت هتحصل والمليارات اللي كانت هتتبخر لو مصر كسبت، مش عشان هي مصر بالتحديد، وطبعا الأرقام أعلى من كده بكتير. أنا مش بحب نظريات المؤامرة، بس عشان كان مصر فريق متصنف فوزه مستحيل واللي كان هيكسب بالرهان عليه كان هياخد ضعف الفلوس اللي حطيتها، كانت هتبقى أرقام فلكية. هو ده الموضوع في وجهة نظري، ده غير علاقته بالقضية والعالم وميسي والطاقية الزرقاء والكلام ده. هو كان أرخص من كده، بيزنس، ماكينة كبيرة في صناعة. الحدث ده بالنسبة لهم أكل عيش. رئيس الفيفا اللي قام واتنطط من الفرحة بعد جول ميسي ده مش فرحة واحد طبيعي، يعني مش فرحة واحد بيشجع لاعب ولا فريق، ده واحد كان فيه عربيات نقل محملة فلوس، بدل ما تفضيها قدام بيته كانت هتفضيها لحتة تانية. وطبعا بعد ما الجول جه العربيات عارفة هي رايحة فين. المهم إننا فخورين جدا بكل المجهود اللي اتعمل، وبصراحة وعكس ناس كتير أنا شايف إنه لما اللعيبة تدخل أي بطولة كبيرة بعد كده بنفسية أنا ند وأنا منافس وأنا أقدر، ده هيخلينا نوصل لحتت بعيدة قوي ما كناش بس بنتخيل نوصل لها. غير قبل البطولة اللي كل شوية كنا بنقول كفينا التمثيل المشرف وسقف الطموح اللي كان قليل الكلام اللي كان بيوصل للعيبة إننا مش مستنيين منكم حاجة. طبعا ده كان بيأثر بالسلب على أدائهم، بس بعد البطولة دي في حاجز نفسي اتكسر، اللعيبة بقت مصدقة في نفسها ومصدقة إننا بنلعب في كأس العالم وكنا شايفين نفسنا في النهائي خلاص. الروح دي والقناعة دي هتخلي لعب المنتخب مختلف جدا بعد كده. أنا سيف فهمي ودي كانت القضية، نشوفكم في الملف اللي جاي.